اخواتي وحبايبي طلاب الثانويه العامه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في الفيديو ده باذن الله تعالى هقول لك التقسيمه بتاعت امتحان الكيمياء، وهقول لك كمان على الحاجات اللي المفروض تشد عليها وانت بتذاكر، وكمان اهم التوقعات اللي ممكن تجي لك يوم الخميس باذن الله تعالى. بس قبل بقى ما نبدا في الفيديو بتاع النهارده ما تنساش تشترك في القناه علشان توصلك كل الفيديوهات اللي احنا بننزلها ومفيش اي حاجه تفوتك. يلا بقى نتوكل على الله ونبدا في الفيديو بتاع النهارده. بص، امتحان الكيمياء بتاعك عليه 60 درجه، مكون من 46 سؤال، 44 سؤال اختياري وسؤالين مقالي. ال 44 سؤال اختياري عليهم 56 درجه، والسؤالين المقالي عليهم 4 درجات. الاسئله بقى اللي بدرجه والاسئله ام درجتين. عندك في الامتحان 32 سؤال، السؤال الواحد منهم بدرجه يبقى 32 درجه، وعندك 12 سؤال بدرجتين يبقى 24 درجه. نيجي بقى لتقسيمه الابواب. بص، الباب الاول عندك اللي هو العناصر الانتقاليه، ده عليه 9 درجات، والباب الثاني اللي هو الكيمياء التحليليه وده عليه 8 درجات، والباب الثالث اللي هو الاتزان الكيميائي وده عليه 11 درجه، والباب الرابع اللي هو الكيمياء الكهربيه عليه 10 درجات، الباب الخامس بقى اللي هو العضويه عليه 22 درجه، وده معظم الامتحان بيجي منه. طيب تعالى بقى اقول لك على الحاجات المهمه اللي تركز عليها في كل باب عندك. جيب ورقه وقلم كده واكتب ورايا. نبدا بالعضويه. بص، العضويه بالذات مش عايزه فهم بس ومش عايزه حفظ بس، العضويه عايزه الاثنين، عايزه تفهم وتحفظ. لازم تفهم شكل المركب اللي قدامك ده جه ازاي، وتفهم كويس ده بيتركب من ايه، وكمان لازم تحفظ شكله كويس علشان ما تتوترش وانت بتحل وبالتالي تضيع الوقت. فلازم تحفظ شكل المركبات اللي عندك علشان تنجز في الوقت وانت بتحل. عايزك بقى تركز في العضويه على شكل البنزين العطري والتولوين، مهمين جدا البنزين العطري والتولوين. وكمان بقى عايزك تركز على كل العمليات اللي موجوده في العضويه، زي الالقين مثلا لو عملت له هيدره هيديك ايه؟ هيديك كيتونات. وعايزك تحفظ شكل مركب الفينول زي اسمك بالظبط، مهم جدا. والفينول ده عباره عن حلقه بنزين فيها OH. وبالله عليك بالله عليك اكتب ورايا الحته دي، الحته اللي جايه اللي هقول لك عليها شفتها في امتحانات كتير ثانويه عامه. اكتب كده: حمض الهيدروكلوريك اللي هو HCl لا يتفاعل مع الفينول. لا يتفاعل مع الفينول، ركز، لا يتفاعل HCl مع الفينول. عارف ليه؟ لان الرابطه بين حلقه البنزين والOH قصيره قويه صعبه الكسر، يبقى الOH لا يتفاعل مع الفينول. الفينول ده اللي بيتكون من ايه؟ حلقه بنزين ماسك فيها OH من فوق. حمض HCl لا يتفاعل مع الفينول. طب ليه؟ علشان الرابطه بين حلقه البنزين نفسها الاكسجين رابطه قويه قصيره صعبه الكسر. ده غير كده اصلا الحمض ما بيتفاعلش مع الحمض. ازاي حمض الفينول هيتفاعل مع حمض HCl؟ اقنعني بقى. فده لا يتفاعل مع ده، خلاص كده. وكمان عايزك تحفظ شكل حمض السلسليك. حمض السلسليك عباره عن حلقه بنزين ماسك فيها ايه؟ ماسك فيها COOH وOH. حمض السلسليك حلقه بنزين سداسيه ماسك فيها COOH وكمان ماسك فيها OH، يعني حلقه بنزين ماسك فيها OH بس ده فينول. طب لو ماسك فيها بقى حلقه البنزين دي OH وCOOH اتنين هم ماسكين فيها يبقى حمض السلسليك. طيب تعالى بقى نخشوا على الباب الرابع. بص، هنراجعه من ورا لقدام، يعني من فوق لتحت. نخشوا على الباب الرابع بقى. بص، اصعب باب في الكيمياء واغتت باب في الكيمياء الغير العضويه هو الباب الرابع. بارد وبص عقده الطلاب في الامتحانات، واكتر حته بتتكرر في الامتحانات عن الباب الرابع حته الاشارات. الحته بتاعت الاشارات دي لازم تيجي في الامتحان، لازم يسالك عليها في الامتحان. هيجيب لك السؤال ازاي؟ بص، هيجيب لك ارقام زي بعض بس الاشارات هي اللي مختلفه، فانت لو ما بتعرفش تفرق اذا كان هنا موجب ولا سالب انت كده مش هتحل السؤال، مش هتعرف تتعامل مع السؤال اصلا. فلازم تتاكد من الحته دي وانت بتراجع مع المدرس بتاعك سواء خالد صقر او عبد الجواد. لما يجي عند الحته بتاعت الاشارات دي ركز عليها، افهمها كويس. انا بقول لك اهو قبليها عشان هتشوفها في الامتحان، انا قلت لك اهو. الباب الثالث بقى. بص، المهم في الباب الثالث جامد جامد الحاجات بتاعه الدلتا اتش. يعني لو اداك الدلتا اتش بالموجب يبقى التفاعل كده ايه؟ ماس. لو اداك الدلتا اتش بالموجب يبقى التفاعل ايه؟ ماس. ركز، انا بقول لك ماس مش طارد. لو اداك الدلتا اتش بالموجب يبقى التفاعل ماس، ولو عملت له تبريد يبقى التفاعل كده هيمشي في الاتجاه الايه؟ العكسي مش الطردي. لو عملت له تبريد هيمشي في الاتجاه العكسي، ولو سخنت هيمشي في الاتجاه الطردي. طب لو اداك الدلتا اتش بالسالب ايه اللي هيحصل؟ بص، لو اداك الدلتا اتش بالسالب يبقى التفاعل كده طارد، ولو عملت له تبريد التفاعل هيمشي في الاتجاه الطردي، ولو سخنت التفاعل هيمشي في الاتجاه العكسي. عايزك بقى دلوقتي تتاكد ان انت جبت لي ورقه وقلم كده وبتكتب وراك الكلمتين دول، علشان الحاجات اللي هقولك عليها دلوقتي انا جايبها من امتحانات ثانويه عامه. عايزك تعرف طريقه التلامس. طريقه التلامس اللي هي طريقه تحضير الكبريتيك. بص، هعلمك تحضر الكبريتيك، ركز معايا. انت بتجيب اس، اكتب كده معايا اس
وتفاعله مع الاكسجين، يبقى انت بتجيب الاس وتفاعله علامه الزائد مع الاكسجين O2، يبقى اس زائد O2 هيديني سهم كده، هيديني ايه؟ هيديني S2O. مش محتاجه حاجه، الاس والO2 يبقى SO2. هتاخد الSO2 دي الناتجه وتفاعلها تاني مع الاكسجين، يبقى معادله تانيه اهي، SO2 زائد O2، والسهم عليه من فوق ما تنساش السهم عليه من فوق ايه؟ V2O5، ومن تحت 450 درجه مئويه. الناتج هيطلع SO3. هتاخد ال SO3 دي وتدوبها في الميه، هتفاعلها مع ال H2O، هيطلع لك ايه؟ الكبريتيك. يبقى انت كده جبت الكبريتيك. طريقه التلامس دي مهمه جدا، لازم تعرف الخطوات بتاعتها. عرفت تجيب الكبريتيك ازاي؟ بص هعيد لك عليها تاني. الاس زائد O2 هيديني SO2. هتاخد ال SO2 دي وتفاعلها تاني مع الاكسجين، يبقى SO2 زائد O2، سهم وفوق السهم VO25 وتحت السهم 450 درجه مئوي. الناتج اللي هيطلع لك SO3. هتاخد ال SO3 دي وتدوبها في الميه، يعني هتحط SO3 زائد H2O، هتفاعلها مع الميه، هيطلع لك الكبريتيك في الاخر. يبقى انت كده حضرت الكبريتيك. وصلت كده؟ طيب نخش بقى على حته مهمه جدا جدا جدا. انا جيت سالتك في الامتحان وقلت لك قول لي بقى، انا عايز اعرف التركيب الالكتروني للايون الموجب بتاع الفاناديوم. عايز تعرف ايه؟ التركيب الالكتروني للايون الموجب بتاع الفاناديوم الفي. بص ما تخافش كده وامسك نفسك وبالراحه وهنفهمه دلوقتي مع بعض، علشان السؤال ده جه ثانويه عامه. بص انت عندك الفاناديوم الفي موجب 5 صح؟ صح، هو موجب 5 تمام كده، والفاناديوم في 23، يبقى الفاناديوم في كام؟ 23. هتفكه هيبقى ايه؟ هيبقى ارجون AR18 4S2 3D3. عملت ايه انت كده؟ انت وزعت ال 23 بتاعت الفاناديوم، عملتهم ايه؟ عملت ارجون 18 4S2 3D3، يبقى 18 و22 والثلاثه اللي فوق الدي يبقى كده 23 بتوع الفاناديوم. انت وزعت ال 23 18 و2 و3. طيب انا كنت قلت لك ان الفاناديوم موجب 5 صح؟ يبقى انت كده عندك موجب 5. في حاله الموجب هتشيل الاثنين والثلاثه، الاثنين اللي فوق الاس والثلاثه اللي فوق الدي، هيتبقى معاك ايه؟ صفر وصفر، مش هيبقى في حاجه فوق ولا فوق الاس ولا فوق الدي، هيبقى ارجون 18 4S 3D. بس كده انت كده جبت الايون الموجب. طيب عايزك بقى دلوقتي تركز على الرواسب كلها اللي عليك في المنهج والالوان، الرواسب كلها والالوان حرفيا. عايزك تعرف ان انت لو عايز ال HCl يكون راسب في الاخر، عايزك تعرف ايه؟ ان ال HCl لو عايزه يكون راسب في الاخر يبقى انت كده بتكشف عن كاتيونات مش انيونات، يبقى انت كده بتكشف عن ايه؟ كاتيونات. لكن ركز لو انت بتكشف عن انيونات انت كده هتطلع غازات اللي هم ال6 انيونات. وعايزك كمان تحفظ الحاجات اللي موجوده في المجموعه التحليليه الاولى اللي هم الفضه والزئبق والرصاص. يبقى الحاجات اللي موجوده في المجموعه التحليليه الاولى ايه؟ الفضه والزئبق والرصاص. وكمان عايزك تعرف ان في الخلايا الجلفانيه بيحصل اكسده، وكتله الانود بتقل وكتله الكاثود بتزيد. يبقى في الخلايا الجلفانيه بيحصل ايه؟ بيحصل اكسده. كتله الانود بتقل ولا بتزيد؟ لا، كتله الانود بتقل لكن الكاثود كتلته بتزيد. واعرف كمان ان FeCl3 اللي هو كلوريد الحديد 3 لا يتفاعل مع ال HCl، لا يتفاعل مع حمض الهيدروكلوريك، لكن كلوريد الحديد 3 ينفع يتفاعل مع قلوي ويدي راسب بني محمر، ينفع تعمل له انحلال حراري علشان يديك الهيماتايد، وينفع بقى تاخد الهيماتايد ده تعمل له اختزال علشان يديك FeO، ودي مهمة. يبقى ال FeCl3 لا يتفاعل مع ال HCl لكن يتفاعل مع القلوي ويديك راسب بني محمر، ينفع تعمل له انحلال حراري علشان يديك الهيماتايد، تاخد الهيماتايد تختزله ويديك FeO. دي الفكرة بكل بساطة. تعالى بقى اقول لك على اخر حاجة عايزك تركز عليها، عايزك بقى تركز على عمليات استخلاص الحديد اللي هم موجودين في الباب الاول عندك، اللي هم التكسير والتلبيد والتركيز والتحميص. بس لازم تحفظهم بالترتيب وتركز على التفاصيل بتاعت كل عملية، علشان مثلا لو جيت سألتك سؤال، بص ايه العملية اللي بيكون موجود فيها خواص فيزيائية؟ هتقول لي ايه؟ عملية التركيز. صح، عملية التركيز هي اللي بيكون موجود فيها خواص فيزيائية. وبالله عليك ما تنساش احفظهم بالترتيب: تكسير، تلبيد، تركيز، تحميص.
وصلت كده؟ وبكده بقى نكون وصلنا لنهايه الفيديو بتاع النهارده، واتمنى بجد ان انا قدرت اكون لميت لك حاجات كتير جدا شفتها في امتحانات السنين السابقه وحاجات بتتكرر على طول في الامتحانات، واتمنى بجد من ربنا ان انا اكون قد الثقه اللي ما بيننا، والحاجات اللي انا قلت لك عليها دي تيجي في الامتحان باذن الله. مش عايز اوصيك ان انت تشترك في القناه وتدوس لايك للفيديو. سلمتم يا شباب، دمتم في امان الله، سالمين امنين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.